السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه، وكنتمنى هاد لا فيديو ديالي اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم كيك. واش من كيك صحي 100%. ولكن ملي كنسمعوا كيك صحي انا كنسمعوا المهم كتجينا في بالنا انه ما غاديش يكون بنين، ما غاديش يكون زوين. جبت لكم هاد الكيك كيجمع بين انه كيك صحي وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف. كيجي رائع. غتبعوا الطريقه ديالي، كونوا متاكدين غادي تولي هي المعتمده عندكم، لان كيجي واحد الكيك هكا اللي بنين وفي نفس الوقت صحي. تعتمدوا هكا ليكم لوليداتكم، يعني الا كنتو كتصاوبوا لي كيك بزاف من الاحسن هذا يكون زعما معتمد عندكم. هكا كديروا شي حاجه اللي زوينه وفي نفس الوقت هكا بنينه وصحيه في نفس الوقت، يعني وكيجي رائع بزاف. انا صراحه هذا هو المعتمد عندي في الدار لوليداتي. مره كنوع بدي كيك اخرين، ولكن هذا هو نقدروا نقولوا هذا هو المعتمد عندي. شي مرات كنديروا ميني كيك، شي مرات كنديروا هكا كيك كبير. اول حاجه غادي نحتاجها هنا التمر من الاحسن تاخذوا داك التمر اللي كيكون هكا معجن شي شويه. انا عندي 24 قطعه ديال التمر اللي حيت ليهم العظم بحال هكا، وغادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الحليب يكون سخون يكون غليان، يعني الحليب تيغلى غنضيفو فوق داك التمر. غادي نخليه تقريبا واحد 15 دقيقه، يعني بحال اللي داك التمر هكا كيرطاب لينا مزيان. صافي من بعد هانتوما هنايا راه دازت تقريبا واحد 15 دقيقه. انا كنحاول غير نضغط عليه هكا باش نتاكد بانه صافي راه يعني واجد. من بعد غادي ناخذ واحد الخلاط كهربائي، غادي نكب فيه داك التمر مع الحليب وغادي نطحنهم مزيان. راه دغيا كيتطحن، حاولوا تنيلوهم مزيان. غنوريكم القوام كيفاش غادي يجي من بعد. هانتوما القوام كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نديروه في واحد الاناء وغادي نخليه جانبا. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكيك. غادي ناخذ هنايا 4 ديال البيضات. الكيك راه تيجي كبير تبارك الله، زعما راه كيعطي كميه كثيره. غادي ناخذ 4 ديال البيضات. هنايا ضفت قشور ديال الحامض اولا الليمون. غادي نخلطهم مزيان، يعني بحال غادي نطرب غير داك البيض هكا شي شويه وصافي. من بعد غادي نضيف عليهم كاس ديال زيت الزيتون. من الاحسن تاخذوا شي زيت اللي ما تكونش مجهده، ما يكونش المذاق ديالها عاطي باش ما يخسرش لكم المذاق ديال الكيك. هكا الزيت اللي يكون خفيف المذاق ديالو ما يكونش مجهد. ضفت انا كاس ديال زيت الزيتون، خلطت مزيان، ومن بعد غادي نضيف هذاك الخليط ديال التمر مع الحليب. صافي غادي نخلط مزيان. الحليب ممكن تستعملوا حليب نباتي، راه دابا ولا موجود الحليب ديال اللوز، حليب ديال الشوفان، راه ولاو موجودين حتى في الحوانت. صافي غادي نخلط كلشي مزيان. هنا هاد الخطوه هذه كتبقى اختياريه، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش. عندي هنا واحد الياغورت بالنكهه ديال هذاك اللي كيكون بالنخاله، كيكونوا فيه الحبوب هكا ديال القمح وبالنخاله. يعني هاد المرحله هذه اختياريه. غادي نخلط مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا الدقيق ديال القمح، يعني دقيق القمح الكامل ماشي الفينو، دقيق القمح الكامل، ولكن حيت ليه نخاله الغليظه ونخاله الرقيقه، يعني خليت غير داك الدقيق ديالو هكا. هانتوما راه شفتوا معايا كيفاش داير. ضفت دابا 2 ديال الكيسان وغادي نخلط. هاد الكيك هذا كيبغي القوام ديالو يجي ثقيل شي شويه، ماشي بحال الكيك ديال الفورس اولا الدقيق الابيض. صافي هنايا غادي نخلط مزيان وغادي نضيف الخمارات. بالنسبه ليا انا ضفت 3 ديال الخمارات، ممكن تكتفيو غير بجوج. هنايا معلقه كبيره ديال الخل. عندي هنايا 2 معالق كبار عامرين مزيان اولا 3 ديال الكاكاو المر، من الكاكاو نوعيه جيده، يعني داك الكاكاو اللي كيعطينا هكا مذاق ديال الشكلاط. كنحسوا فيه بالمذاق ديال الكاكاو، ماشي هذاك اللي داير بحال التراب يعني ما فيه حتى شي مذاق. لا، راه هذا نتوما شفتوا اللون ديالو كيفاش كيجي، راه كيجي ماغون بارد، يعني كيعطي واحد اللوين راه شفتوه. ما كيجيش بحال هذاك اللي ماغون مغلوق بزاف، هذاك راه ما فيه حتى شي مذاق.
من الاحسن تاخذوا هذا كيكون متواجد عند داك اللي كيبيع لوازم ديال الحلويات. قول له غير يعطيك كاكاو نوعيه جيده، يكون كاكاو اللي اللون ديالو هكا بني فاتح. صافي هنايا خلط مزيان. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الكركاع اللي هكا قطعته. ها نتوما القوام ديال الكيك كيجي على هذا الشكل هذا. الا جاكم خفيف ممكن تضيفوا كميه ديال الدقيق. انا درت غير 2 ديال الكيسان، ممكن ديروا حتى ل2 ونص ماشي مشكل. القوام ديال الكيك خاصو يجي شي شويه دقيقه، ماشي بزاف، ما يجيش عاوتاني ثقيل بزاف. راه شفتوا القوام كيفاش خاصو يجي. عندي هنا واحد المول درت فيه بابي كويسون، ممكن نتوما دهنوه غير هكا بالزبده وترشوه بالدقيق. صافي هنايا غادي نكب الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نزينو بقطع ديال الشوكولاته من الفوق. من الاحسن يكون شوكولاته نوعيه جيده. غندير غير شويه ديال الشوكولاته هكا من الفوق وشويه ديال الكركاع اللي غير قطعته هكا غير بالموس. كتقطعوه قطع عشوائيه حتى هو كتضيفوه من الفوق. بالنسبه للفران يعني كديروا الفران اللي يكون سخون من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان. كنطفيو الفوق، كنديروا عافيه مهيله من التحت بحال الكيك العادي كما كنطيبوا الكيك العادي. عافيه مهيله غير من التحت حتى كيطلع لينا الكيك مزيان يعني، وكنحسوا به تحمر هكا من التحت. عاد كنشعلوا ليه الفوق باش كيتحمر. صافي من بعد ما طاب الكيك ديالي كنخرجوا من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. حيدته من المول درته في الطبسيل. نحاول نحيد ليه يعني هذاك بابي كويسون بهذه الطريقه هذه. صدقوني البنات هذا الكيك هذا الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم صراحه. كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع. انا غادي نقطع معكم باش نشوفوه كيفاش جا من الداخل. وها نتوما كيما كتشوفوا الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.